واحد ومراته اتمسكوا وهما بيسرقوا. الزوجين عاديين جدا زيك بالظبط، عندهم عيلة وحياة عادية خالص زي اي اتنين، وملهمش اي سوابق جنائية. ولما اتحقق معاهم قالوا انهم جت فكرة السرقة بالطريقة دي لما شافوا فيلم عصابة حمادة وتوتو بتاع عادل امام ولبلبة. ايوه زي ما بقولك كده بالظبط، واحد ومراته فكروا في السرقة عشان شافوا فيلم. ويجي واحد براس بلاش نغلط ويقولك يعني ده منطقي الواحد يشوف فيلم يروح يقلده؟ هقولك الانسان من طرق تعلمه اللي بيتعلم بيها هي التقليد. وزي ما الناس فضلت تتكلم عن محمد رمضان واللي عمله في الألماني وانه تسبب في بوظان الشباب، نسيوا افلام كوميدية كتير زي حمادة وتوتو وافلام تانية خربت الدنيا. شوف بقى كام واحد جاتله فكرة انه يعمل عصابة هو والمدام ويسرقوا بنك ولا يسرقوا جزار ولا يسرقوا المدرسة الانترناشونال اللي فيها عيالهم.